كناخدو الفرص نزيدو عليه الملح، الابزار، التحميره، كنخلطو كلشي مزيان وكندوزو فيه الشريكات ديال السردين اللي محيد ليهم السلسول. في مقله كنديرو الزبده، من الاحسن تكون زبده حيوانيه، كنزيدو ليها زيت الزيتون، تقدروا تعوضوه بزيت نباتيه، وكنحطوا المقله على نار اللي تكون مهيله بيد ما استفنا داك السردين بهذه الطريقه كيف ما تشوفوا معايا. كنرشوا عليه شويه ديال الزعتر وشويه ديال الازير وفصوص ديال الثومه، كنغطيوه ونخليوه حتى يطيب من الجهه الاولى، عاد كنقلبوه باش يطيب لينا من الجهه الاخرى. واحد الريحه كتطلع منه يا سلام. كنخليه حتى كيتحمر لينا وكنطفيو عليه النار وكنقدموه مع شويه ديال البصله اولا الخوص اولا البصله والفلفله على حسب الذوق ديالكم. كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وما تنساوش تشتركوا في القناه، بارطاجيو الفيديو، وبصحه وراحه، وفيديو اخر ان شاء الله.